اسهل واسرع ممكن تحضري حلوه بدون فرن، كتجي غزاله بزاف ودغيا كتوجد في رمشه العين. الا جربتوها غادي تحماقوا عليها. وكيف العاده ما تنساوش خليو لي واحد اللايك واحد التعليق باش نعرف الفيديو راه عجبكم، وبقاو معايا تشوفوا الطريقه والمقادير. ومرحبا بكم في قناتكم مطبخي الصغير ام صفا. اول حاجه هنا غادي ناخذوا كاسرون، غادي نديروا فيها نص لتر ديال الحليب، نصف لتر ديال الحليب اللي كيكون بارد. كندير 2 معالق ديال الكاكاو اللي كيكون نوعيه جيده، معلقه ديال الكوك كتبقى اختياري، درت 2 معالق ديال النشا المايزينا البنات. بالنسبه للسكر درت معلقه وحده كافيه، ممكن ديروا حتى 2 الا بغيتوا الحلاوه مع البسكوي كيكون حلو. والطبقه اللي غادي نديروا من فوقو ديال الشكلاط راه كتكون حتى هي حلوه، ديروا غير معلقه راه كافيه. بغيتوا ديروا حتى 2 ديروا، يعني الا كتبغيو الحلاوه اكثر ديروا حتى 2 حتى 3 د المعالق. اللي كيبغي الحلاوه اكثر بغى يعني تجي هي هذيك، انا نفضل ديروا غير معلقه. كنخلطوا كلشي بارد في بارد وكنردوا على النار حتى كتعقد لينا هذيك الكريمه. هنا كناخذوا الاطار ديالنا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. بغيتوا تاخذوا هذا الاطار، انا عندي هذا متوفر المربع، ممكن تاخذوا دائري او لا كيك ديال المول العادي اللي كيتحل ويتسد البنات باش تسهل عليكم، او لا لاطا عندكم ديال الزاج ممكن تستعملوا فيها. صافي من بعد ما قديتها فرشت لها البلاستيك. وهنا غادي ناخذ البسكوي. بالنسبه للبسكوي عندي هنايا 300 غرام ديال البسكوي، 300 غرام ديال البسكوي اللي استعملت. هذا هيرنيس البنات، هذا هيرنيس داك ديال درهم، راكم عارفين معروف هذا، راه ما كاينش اللي ما كيعرفوش. الا عندكم بسكوي واحد اخر ممكن تستعملوه. صافي من بعد الكريمه ما عقدت ليا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، يعني كتجي كريميه ما كتجيش شاده راسها بزاف. صافي وكنضيف عليها هذيك الكميه ديال البسكوي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا 300 غرام ديال البسكوي اللي هرسناه. ما هرسناهش بزاف، يعني ما دقدقناهش، غير بحال بقينا نقسموه على 3 4 طروفه بهذا الشكل هذا. كنضيفوه على هذيك الكريمه. حاولوا تستعملوا واحد الكاسرول اللي تكون شويه كبيره باش ما تعذبكمش. انا في الاول استعملت كاسرول اللي صغيره، يعني منين جيت نخلط بدا كيطيح ليا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. صافي كنبدا ندخلو في هذيك الكريمه كيف كتشوفوا معايا. من بعد ما غادي ندخلو في الكريمه مباشره هنا حاولوا تسربيو باش هذيك الكريمه كتلبس كامل داك البسكوي، وكنضيفوه في الاطار قبل ما تعقد لينا في الكاسرول. صافي هنايا من بعد ما خويت هذيك الكريمه ديالي مع داك البسكوي وكنحاول نوزعها بهذا الشكل هذا. المهم هذا القياس هذا ديال هذا المول 24 سنتيم على 24 البنات، يعني نفس القياس. صافي هنايا من بعد ما قديت هذيك الكريمه كنوزعها بهذا الشكل هذا باش كتاخذ ليها داك الشكل ديال الاطار وكتجي مربعه، يعني كتجي مقاده. هنا غادي قبل ما غادي ندخلوها للثلاجه، يعني ندخلوها تبرد. هاد الحلوه هذه مع دابا الجو سخون باش تبرد وتشد راسها بسرعه. غندخلوها للثلاجه. الا كنتو مزروبين ممكن تدخلوها في المجمد باش ديك الكريمه كتشد راسها مزيان، ولا خليوها غير فوق الحراره المطبخ حتى تبرد على خاطرها صافي وتشد راسها. انا نفضل مع دابا الجو سخون بزاف ديروها في الثلاجه باش تبرد على خاطرها. ومن الاحسن البنات راكم عارفين الحراره الله يبرد علينا وصافي. والله البنات الا شي حلويات كنخدم بهم بلا كريم الا كيذوبوا ليا، يعني الكريمه كنخرجها من المجمد وكتذوب ليا بسرعه حيت صراحه الجو سخون بزاف راكم عارفين فاس الحراره الله يبرد علينا وصافي. صافي من بعد ما وزعت الكريمه كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا وكنقادها وكيجي واحد الوجه اللي مقاد، ما كتجيش جهه اكثر من جهه. هنا غادي ناخذوا البسكوي اللي غادي نضيفوه. هنا غادي نعطيكم البنات واحد النصيحه. هنا خذوا البسكوي ديالكم فزقوه في الحليب، يعني دخلوه بحال دابا خذوا الحليب او لا عصير او اللي عندكم خذوه وفزقوه في هذاك الحليب، يعني او لا القهوه والحليب غطسوا في هذاك الصابلي ديالكم وحطوه في الوجه. علاش؟ باش ملي كنجيو الا بغينا نقدموا الحلوه في نهارها خاص نفزقوا الحليب باش ملي كنديروا ديك الطبقه ديال الكلاصاج من الفوق ملي كنجيو نقطعوا هذاك البسكوي كيكون رطاب. الا ما رطبتو، انا هنايا ما رطبتوش يعني ضفتو كامل ودرت الغلط الكبير هو اللي درت هذاك الوجه ديال الشكلاط، حيت النوع الصابلي هذا كان عندي، يعني ما بقاليش هذاك هيرنيس اللي استعملت في الكريمه، عندي غير هذا. ما مصليش البنات هذيك الرطوبه ديال الكريمه ورطب ليا الصابلي، يعني خاص حتى لا غدليه عاد كيصبح داك البسكوي رطب، يعني كيتشرب هذاك الرطوبه ديال الكريمه وكيفزق الصابلي. هنايا سقيو الصابلي ديالكم، يعني غطسوه في الحليب او لا في القهوه والحليب ولا القهوه كحله، المهم قهوه سريعه الذوبان غطسوا فيها البنات الصابلي ديالكم باش يرطب، باش ملي كتجيو تقدموا الحلوه ديالكم وتقطعوها كيف ما بغيتو كتقطع وما كتهرش لكم. صافي هنا من بعد ما غادي نستف البسكوي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، غادي نغطيها بالبلاستيك من الفوق وغادي ندخلها تبرد على خاطرها وندوزو نشوفوا الشكل ديالها من بعد ما كتبرد وندوزو نحضروا الكلاصاج.
وهنايا في كاسرون اللي دوبت واحد 13 قطعه ديال الشكلاط، استعملت كالا، ما درت فيه حتى اضافه، ما درت لا زيت لا زبده. وغادي نضيف عليه واحد 2 علب صغارين ديال دانيت الشكلاط. الا كانت علبه كبيره غتستعملوا غير وحده، كانوا صغار غديروا 2، يعني 2 يلاه كيعطيو وحده البنات. صافي من بعد ما درت هاد العلبه ديال الشكلاط الاولى والثانيه ديال دانيت وغادي نخلطو، غادي يجينا واحد الكلاصاج اللي رائع بزاف وكيجي غزال بزاف. صافي كنبقى نحركو هذاك الشكلاط مع داك دانيت كيجي غزال بزاف. صافي من بعد ما كنخلطو حتى اللون كيتغير ديال الشكلاط، ما كيبقاش داك اللون كيف كتشوفوا معايا، كيجي واحد الكلاصاج اللي لامع وكيجي رائع بزاف. مباشره كتكون الحلوه ديالنا بارده وكنديروا عليها هذا الكلاصاج هذا. شوفوا معايا كيف كيجي بهذا الشكل هذا. هنايا من بعد ما خرجت الحلوه ديالي بردات صافي، وكندير عليها داك الكلاصاج بهذا الشكل هذا، وكنحاول نوزعو على كامل، يعني باش كيجي كامل فيه داك الكلاصاج الشكلاط. نتمنى تكون الطريقه واضحه. صافي من بعد ما غادي نقاد هذا الكلاصاج، من بعد ما قديته بهذا الشكل هذا، هنا غادي نزول الاطار باش غادي نقد هذاك الكلاصاج باش يجيني مقاد كيف كتشوفوا معايا. عاد غادي ندخلها للمجمد وغادي نخليها ل5 دقائق حتى ل10 دقائق، راه كيكون شد راسو هذاك الشكلاط، ما كيكونش ما كيبقاش مرخوف. هنا حاولوا تقدوا مزيان بسرعه باش كيبقى فيه هذاك اللمعان ديال الكلاصاج، يعني ما تخليوش حتى كيبدا يشد راسو عاد تقدوه، حيت ما غاديش يعطيكم داك المنظر اللي باغيين. هنايا البنات من بعد ما خليت الشكلاط قبط راسو، ها نتوما يعني بغيت نقسم، جاني البسكوي مازال قاصح، يعني ما شربش حيت قسمتها في نفس النهار. الا خليتوها لا غد ليه، يعني درتوها في الليل وباتت ليله كامله في الثلاجه، غادي تقسم لكم، حيت هذاك البسكوي كيكون خدا الرطوبه من هذيك الكريمه وكيرطاب. صافي هنا شوفوا معايا منين جات نقطعها، الصراحه بدا هذاك البسكوي كيتقلع عليا، غير خليوها على الله وصافي. بقيت عاطيها الخاطر حتى قطعتها كامله كيف غادي تشوفوا معايا. خديت موس ماضي، ضروري خدوا موس ماضي وعرفوا كيديروا تقطعوا. وانا نفضل كيف قلت لكم سقيو البسكوي ديالكم، الصراحه جات واعره بزاف ودغيا كتوجد غزاله، ضروري تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا البنات. صافي كنقطعوا على شكل لي طرونش، جات رائعه بزاف. شوفوا معايا هنا من بعد ما كنقطعها كنولي نمسح الموس وكنقطعها، كنمشي معها غير بالخاطر وانا كنقطع. وهنايا من بعد ما قطعتها غادي ندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كيف جات. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه، كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. هنايا كانت عندي شويه ديال الكريم شونتي زينتها بالفوق بهذا الشكل هذا، وبعد شي وحدات خليتهم هكاك. شوفوا معايا الشكل ديالها كيف جات، راه جات غزاله بزاف. كنتمنى تنال اعجابكم، والله يجازيكم بخير. ما تنساوش تخليوا لي واحد اللايك واحد التعليق باش نعرف الفيديو راه عجبكم. كنقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده كيف العاده. وما تنساوش تابوناو في القناه الا كنتوا اول مره، وتفعلوا الخاصيه ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودائما نعطيكم وصفات ساهلين واقتصاديين، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. بسلامه وبالصحه والراحه.